البورق العراقي بالطريقة الأصلية مقرمش وذهبي، لازم تجربه، طعمه يخبل وإن شاء الله يعجبكم وتستفادون منه. حرفيا بنات أطيب طريقة ممكن تسوون بيها البورق بالعجينة الأصلية، مورقة من الداخل ورقيقة مثل ما تشوفوها بالفيديو، طعمه كلش طيب إن شاء الله يعجبكم. مبدئيا ممكن تكون حشوة لحم مثروم أو دجاج. بالبداية سهيت شوية من البصل قطعته ناعم، خليت عليه لحم مثروم شوية من الملح وسبع بهار. آخر شي خليت عليه شوية من الكرفس، ممكن تخلون عليه فلفل أخضر. العجينة 4 كوب من الدقيق ب4 ملاعق كبار من الزيت وملح، راح أخلي عليها كوب ونص من المي، يزيد أو يقل حسب نوع العجين، لكن تكون عجينة متلزق لا قاسية ولا خفيفة. أعجنها كل زي مدة 10 دقايق وأريحها نصف ساعة. أكورها وأسويها 4 كور وأتركها 10 دقايق ترتاح، وبعدها أشتغل بيها. أفتحها مثل ما تشوفون بالفيديو باستخدام الزيت. طبعا المكان اللي تشتغلون بيه لازم ينمسح كل زين بالزيت، وأفتحها شوية شوية بصورة رقيقة من الحواف. أفتحها مثل ما تشوفون بالفيديو. العجينة إذا عجنتوها زين وكانت المقادير صح ممكن تفتحوها لأكبر قدر ممكن مثل ما تشوفون بالفيديو إلى أن تصير شفافة. فتحتها بشكل دائري وقسمتها 4 أقسام، راح تصير عجينة البورق كل وحدة لها قسمين، يعني مثل ما تشوفون بالفيديو خليت شوية من الحشوة وكورتها وبعدها أخليها داخل عجينة ثانية وأرجع أسدها بنفس الطريقة. راح أقطع الزوائد منها وأكمل باقي الطريقة، يعني كل عجينة كل قسمين راح يصير بورقاية واحدة. كملت الباقي بنفس الطريقة، راح أقليها على درجة حرارة متوسطة بزيت عميق وأتركها حتى تستوي من الداخل. طبعًا إذا جنتوا العجينة ما فاتحيها زين شوية راح تعجن من الداخل، كل ما كانت رقيقة وشفافة العجينة راح تستوي وتقرمش مثل ما تشوفوها بالفيديو. طعمها يخبل، أطيب من اللي تشتروها جاهز مليون مرة، مورقة وكلش طيبة، إن شاء الله تعجبكم تستفادوا منها. بس والله بنات، سهمكم العافية ومع السلامة.